اكلتنا النهارده حلوه قوي ومميزه. مميزه ليه؟ هنعمل احلى فتة كوارع. هقول لكم على كام تكه كده نعملها للكوارع وللطشه بتاعتها، حتى في السليق بتاعها. طبعا هقول لكم على كام خطوه كده هتطلع معاكم احلى من بتاعه المحلات، وهقول لكم ازاي طبعا تطلع دايبه معاكم ما شاء الله، ونعمل لها احلى طشه لاحلى فته لاحلى اكل النهارده عامه. انا كده كده بحب الفته قوي، وخصوصا فته الكوارع دي حاجه تانية خالص من الاكلات المميزه. طبعا انا عارفه ان مش كل الناس بتحبها، بس فعلا اكلها حلوه قوي. اللي ما جربهاش فايته كتير جدا. بصوا ما شاء الله الكوارع عامله ازاي، بصوا شكلها بعد ما عملنا لها الطشه، حاجه كده دايبه وطعمها روعه. حتى الرز اللي تحتيها ده حكايه. يلا كده قبل ما نبدأ الوصفة دي نسمي الله كده ونصلي على الرسول، ونشوف الوصفة الحلوة دي عملناها ازاي. اول حاجة كده بالنسبة لسليق الكوارع، طبعا بنغسلها كويس قوي بالملح والليمون والدقيق، وبعد ما نغسلها كويس مرة واتنين وتلاتة بنسيبها تتصفى. انا المية دي مش هغيرها، دي المية الاساسية بتاعتي للكوارع ومش هغيرها، لان الشوربة الاساسية دي هي الاولانية. تمام. هنا عندي بنزل بالبصل وبالطماطم، كل الحاجات اللي بنحطها على الشوربه، وبنزل بعد كده بالكوارع. لازم تكون الميه مغليه، وطبعا معلقه من السكر، وبسيبها كده لمده ساعه او ساعه وربع حسب الكوارع اللي انتوا جايبينها. تمام. وبغطي عليها. هوريكم دلوقتي شوربتها ما شاء الله. ولو حصل خلال التسويه وفي ريم كده طلع على الوش، بمعلقه صغيره كده ونشيل الريم ده. تمام. انما دي الشوربه الاساسيه، احنا مش هنغيرها. بصوا كده سبت الكوارع لمده ساعه وربع تقريبا لغايه ما اتهرت. بصوا شوربتها عامله ازاي ما شاء الله، حاجه كده روعه. بشيل بقى عندي هنا الكوارع كلها كده، بنشيلها واحطها في مصفى واركنها بقى كده على جنب. عندي اول حاجه بجيب طاسه فيها حوالي معلقتين من الزبده، 3 معالق من الزيت، حوالي راس ونص من الثوم المفروم. هقول لكم دلوقتي الكميه دي كلها ليه، انا هقسمها دلوقتي معاكم. تمام. وعندي هنا رشه حلوه من الكزبره، حوالي معلقه صغيره من الكزبره، وبقلبهم كده مع بعض لمده دقيقتين 3. ريحتهم بس كده تطلع، بنزل بربع كوبايه من الخل. تمام. بقلب بقى الخلطة الحلوة دي. بعد كده بجيب كبشة صغيرة وبنقل وبقسمها كده، بقسم نص الكمية دي. تمام. وبشيلها على جنب واقول لكم انا هعمل بيها ايه تاني. بشيل هنا عندي نص الكمية، وبكون محضرة العيش المصري بتاعنا العادي. تمام. مقطعاه بالمقص كده مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، وبسيبهم في التتبيله دي لغايه ما يحرفش كده ويبقى مقرمش لمده 7 أو 8 دقايق. بفضل اقلب فيه لغايه ما يديني اللون الحلو اللي انتوا عارفين، اللون الداعبي ده. بجيب بقى هنا عندي طاسه، بنزل بيها في بحوالي راس توم مفرومه وفلفل احمر، معلقه كده صغيره من الفلفل الاحمر وراس توم مفرومه، وبقلبهم كده مع بعض. رشه كده من الكزبره الحلوه، وبعديها بدقيقة بنزل بحوالي ربع كوباية برضو من الخل. انا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ بعمل الصلصة بتاعة الفتة دي. اهم حاجة الصلصة لازم تطلع معاكي مظبوطة. صلصة الفتة لو طلعت معاكي مظبوطة الاكلة كلها تبقى مظبوطة. طبعا هنا نزلت بحوالي 3 4 معالق كبار من الصلصه المعلبات، وحوالي نص كيلو من الطماطم، عصير الطماطم، ملح، فلفل مكعب ماجي اختياري، كمون، كزبره. وبقلب بقى التسبيكه حلو، وبسيبها لغايه ما تتسبك كده. ده تسبيكه بس ما تتقلش قوي. وبعد ما تتسبك بروح نقلها كده على جنب. وبجيب بقى هنا عندي كميه التوم اللي انا ركنتها في الاول، وبنزل بقى بالكوارع. خليت حبة وسبت حبة كده بالعظم، وبقلبهم في قلب خلطة التوم، طشة التوم اللي عملتها الأول. وبعد كده نزلت عليها معلقتين 3 من الصلصة بتاعة الفتة، وبسيبهم بقى في الخلطة دي لمدة 3 أو 4 دقايق. ماشي، تتشوح كده وتتشمع كده في قلبيها. بعد كده بطفي عليها وبركنها. هنا عندي الرز المصري بتاعنا العادي، انا عملته عادي رز مصري عادي. تمام. عشان الرز يطلع مفلفل، بعد ما بنحط الميه بتاعته بعد ما بنسويه، ما بنغطيش عليه، بنسيبه لمده 5 أو 6 دقايق الميه بس كده تتشرب. بعد كده بنوطي عليه خالص ونغطي عليه لمده 7 أو 8 دقايق، هيطلع معاكم فلفل وحلو قوي. تمام. بصوا كده حطيت رشه كده من الرز ورشه من العيش المحمص. بصوا شكل العيش محمص ما شاء الله، طعمه حلو قوي. الطشه بتاعت التوم اديت له طعم فعلا مميز. مش العيش اللي بيتركن بقى، لا، هتاكلوا العيش قبل الفته كمان. تمام. وبنزل بقى كده بالمعلقتين 3 من الصلصه. ريحه الصلصه حلوه قوي،
وبنزل بقى كده بيها، بعمل اي منظر بقى، طبعا كل واحد طبعا ايه حسب ما يظبط الفته بتاعته في البيت، الشكل اللي تفضلوه واللي تحبوه. بجيب بقى هنا عندي بعد ما حطيت العيش، بجيب بقى ايه طبقه كده من الرز وبحطها على وش الفته كده. وطبعا كنت محضره الكوارع، سبتها زي ما قلت لكم حبه كده، يعني مده 5 أو 6 دقايق تتشمع كده في قلب الصلصه وطشه الثوم. الطشه دي مع الصلصه هتدي طعم الكوارع، بصوا مش عايزه اقول لكم ولا اجدعها محل بقى. ماشي، حاجه كده روعه، بس يا ريت تجربوها بنفس الطريقه دي وتقولي تحت في الكومنتات اخبارها ايه وطلعت عامله ايه معاكم. اوعى تنسوا بقى، ولو وصلتوا معايا للدقيقه دي اوعى تنسوا اللايك الحلو بتاعكم. بصوا بقى، ادي كده الكوارع بعد ما طفيت عليها، بصوا شكلها روعه، شكلها ما شاء الله حلو قوي وطعمها حلو. الناس اللي ملهاش في الكوارع تجرب الطريقه دي، والله العظيم فعلا وصفه حلوه ومميزه. طبعا مش كتير بياكلوها زي ما قلت لكم، بس جربوها هي فعلا حلوه. بصوا شكل الكوارع على الرز، حاجه كده عظمه عظمه ما شاء الله. والكوارع هنا بتاعتنا دايبه، والرز بتاعنا مع العيش المقرمش حاجه كده اللهم بارك. بصوا المنظر، معلش مش مظبطه الطبق كويس، بس هو طلع كده في الاخر معايا، بس اهم حاجه الطعم مش مشكله. بصوا بقى شكلي عامل ازاي. لو الوصفه بقى عجبتكم اتمنى تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم. اشوفكم بقى على خير، سلام.